تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس في مواكبة حدث بطولة العالم للشباب والمقامة حاليا في دولة تشيلي. العين والأنظار تتجه للمنتخب المغربي الذي حقق أول انتصار في أول حضور أمام المنتخب الإسباني، فاز وأقنع وأثبت للجميع بأنه قد يكون رقما صعبا في هذه البطولة. نعم، انتصار بالأداء والنتيجة أمام واحد من كبار القوم على الصعيد الكرة العالمية. يتعلق الأمر بإسبانيا. اليوم خصم آخر، منافس آخر من نفس الطينة من نفس القيمة، منتخب البرازيل. النشيدان الوطنيان ثم نعود بعد ذلك. المغرب أصبح له شنة ورنة في مختلف الفئات السنية. اسماعيل بختي 19، فؤاد الزواني 15، ياسين خليفي 18، حسام الصادق 8، عثمان معمى 7، سعد الحداد 10، ياسين جسيم 17، ثم ياسر الزبيري رقم 21. طبعا يتقن التسديد من هذه الوضعية، لكن أيضا في سعد الحداد، في كذلك لاعب ياسين جسيم. أتصور بين سعد وحسام الصادق، بين سعد وحسام الصادق في هذه الكرة. الآن يتم تشكيل الجدار. حكم سيعطي إشارة ترفيه بين الصادق كما توقعت والحداد. سعد الحداد يسدد سيك، وأول تعادل لإسبانيا بعد الخسارة الأولى أمام المغرب. ستلعب هذه الركنية إذن لعناصر المنتخب البرازيلي، مرفوعة الرأسية بعد عن طريق من لوكاس، ينقل داخل منطقة الجزاء وهناك خطأ. نعم، تصل لألفيش، ياغو على الطرف الأيمن. هنا انطلاقة سيروتي لكن سهلة الطرف الأيسر. ويسلي ملعوبة داخل منطقة الجزاء. استلام بهذه الكيفية الرأسية. بطل يانيس بن شاوش. شكرا يانيس. التصدي الأول والتصدي الثاني. بطل يشبه يانيس بن شاوش في تصدي بطولي، في تصدي خيالي من كيانيس. الأولى والثانية بعد ذلك يقف سدا منيعا جدارا. نعم، أمام التهديد البرازيلي هي الأخطر منذ بداية المباراة. برافو يانيس بن شاوش. انطلاقه في هذه الهجمه المرتده، لكن عوده موفقه، برافو عثمان معمى. ارجع يانيس يؤمن المرمى مره اخرى رغم انه كان في خطا، بغض النظر عن وجود الخطا في الكره الماضيه، ولكن عينك على يانيس والتصدي الممتاز. شوف كيف غلق الزاويه اليمنى وتصدى للكره، لكن قبل ذلك واضح الخطا المرتكب في حق لاعب اسماعيل باعوف. تحسين البينيه ذكيه ممتازه في اتجاه عثمان معمى، لكن الاسرع الدفاع يقابل بتغطيه دفاعيه برازيليه. الزواني لازم تركيز يا الزواني. مغربيه، يلا يا شباب لدينا الفرصه الان العرضيه. بعيده جدا الى ضربه مرمى. هذه الإعادة مرة أخرى. روعة يانيس. روعة ما يقدمه يانيس في التصدي الماضي، مشاركة وتشريف وكذا. لا، ياندرينو عودة عثمان معمى على البينية. باعوف يراقب والحكم أعلن عن ضربة جزاء. في الإعلان عن ضربة جزاء، ولكن هل تحضر البطاقة الخضراء؟ هل تحضر هنا؟ نعم، عملية طلب الفار. هذه الإعادة مرة أخرى. في ضربة جزاء فعلا هذه الإعادة. هل لمسوا باعوا اللجوء إلى فار في هذه اللحظات؟ من هذه الزاوية صعب أنك تحكم، لكن في زاوية مقربة هذه. After all three review, the number 19 of Brazilian clear simulation, no contact with the defender. So final decision. إذا مشاهدينا الكرام، هنا لا وجود لضربة جزاء عن اللاعب، لأنه سيوجه بطاقة صفراء، لأنه فيها تحايل. تعال سند، لكن في مراقبة من باعوف.
هيا كرة، لا تترك المجال للتسديد، لا تترك المجال للتسديد. برافو، لكن شجاعة كبيرة في إبعاد الكرة الماضية. عادت مرة أخرى برازيليا افتكاك الكرة. برافو 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 ياسين، برافو ياسين، برافو. الله 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 على المرور، لكن هنا موجود في اللقطة الماضية. نعم، شوف الإصرار الكبير عند اللاعب انه ينال البطاقه الصفراء. لاعب الارتكاز حسام الصادق يلعب الكره لعثمان معمى، معمى لمعمر، ياسين ياسين ياسين، راوغ ياسين، ياسين يطلب المؤازرة. ياسين والتفاعلات وآهات وصرخات وتشجيعات. تابع ركنية إذا لعبها داخل منطقة الجزاء. فعلا الزواني يلعبها داخل المنطقة. هنا الدفاع يتدخل، الزواني من جديد بعيدة. سيروتي في الاستلام، يلعبها قصيرة مع كروز. كروز اوه بالراس، خط الدار عن طريق لعب ليكي. معمر 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 معمر، لا يمر يا معمر، لا يمر يا معمر، لا يمر يا معمر. في النهاية الكرة تصل بعد ذلك إلى ضربة مرمى. برافو برافو معمر. سند جسيم، يدافع جسيم. هنا الكرة قدم الزبيري. الزبيري ماذا سيفعل الزبيري وحده؟ الزبيري وحده، الزبيري وحده. هنا يتفاعل مع الجماهير الزبيري. ناحية لعب كروز، يراقب الزواني. كروز والزواني، كروز العرضية، العرضية السرعة مطلوبة. ياسين، جسيم يدخل، جسيم يرفع كرة عالية. هنا دور بطولي ليانيس بن شاوش، يتصدى ويمنع هدف في توقيت صعب جدا، لأن الثواني الأخيرة الدقيقة السادسة من الوقت البدل الضايع. حقيقة نقطة الضوء الكبيرة في هذا الشوط الأول. يانيس ركنية مرفوعة، الكرة بالراس، بالراس. الضربة الحرة مرفوعة الكرة داخل منطقة الجزاء. قيصر الآن بنقلة وبعرضية، المتابعة برأسية لكن متتاليتين. عنده رقم قياسي في بطولة أمريكا الجنوبية. بينما مقطوع الكرة، يلا يا عثمان. معملان، معملان العرضية، سعد وياسين. ياسين جسيم، اعتقدنا بأنها في الشباك. ياسين الكرة لم تذهب بعيدا، غلطة هنا على مستوى التمرير. يقتنص عثمان معمى، معمى في التمرير، التحضير مثالي. وياسين هنا بطريقة مميزة بحث عن الزاوية البعيدة. شوف بخارج القدم، بخارج وياسين خليفي في مؤازرة المدافعين. الكرة برازيلية الآن، الكرة برازيلية داخل منطقة الجزاء. اللمسة الثنائية هنا، لمسة واحدة. مرة سعد، مرة سعد كان يأتي بالخبر السعيد. مرور كان جميل. هذه واحدة من اللقطات. قدم يا سعد، مرر يا سعد، توغل سعد. المساندة، يفضل العودة للحداد مرة أخرى. هي لعثمان مع ما، لكن سال لأوتافيو، سال عالمي يا عثمان. يا معمى، من أين أتيت بهذا الأداء؟ من أين لك كل هذا يا عثمان يا معمى؟ هكذا نعم يكتب التاريخ عثمان معمى بصورة وبطريقة اللاعبين الكبار. هكذا جسيم، وعلى الطاير على الطاير على الطاير على الطاير، جابها عثمان، حطها عثمان، وضعها في الشباك عثمان. 1-0 1-0. لا تقول لي سامبا ولا تانغو. هذه الطريقة المغربية، هذه اللمسة المغربية، هذا الإبداع المغربي يا عثمان يا معمى. خرافي خرافي خرافي. هدف من الطراز العالي يا عثمان يا معمى، سيبقى في الأذهان يا عثمان. هذه هدف لا ينسى صراحة، هدف سيتحدث عنه الكل. عثمان معمى، ركنية نعم مرفوعة داخل منطقة الجزاء. الحموني، جسيم جسيم جسيم، الثاني نعم. ياسر الزبيري يصل الشباك البرازيلية. ما أجمل صورة، ما أروع
الصورة. هكذا يسجلون، هكذا يتقدمون، هكذا يؤكدون. نعم، وإن تعلق الأمر بالبرازيل نحن قادرون، نحن فاعلون الانتصار، نحن قادرون على الانتصار. السابيري نعم يضرب بالثاني، السابيري يضرب بالثاني. هذه الإعادة مرة أخرى، لمسة من جسيم الحموني والسابيري. سابيري عينك على السابيري. جسيم نفتك بإصرار كبير، الوضعية سليمة والهدف مشروع. 2-0 للمنتخب المغربي. شوف جسيم يقاتل. قتالية كبيرة لجسيم، قتالية كبيرة. ربح يا ناس، ربح كبير للكرة المغربية. تذكروا هذا الاسم، ياسين جسيم جابها، ياسين عادها، ياسين مررها، والسابيري حطها في الزاوية البعيدة. 2-0. نعم. وياس. After a free review, the defender number 15 of Morocco plays the ball directly with the hand. So final decision penalty. بينالتي. ياغو يتلقى الإشارة. ياغو الآن على أوبة الاستعداد. يانيس بن الشاوش. ياغو يتقدم. ياغو يسجل. إذا النتيجة تتغير. هدفان مقابل